الدور ده كان في الاولمبياد اخر جوله، ولما كسبنا الماتش ده خدنا الميداليه الذهبيه في الجروب بي. كسبنا الماتش ده 3 ونص نص. ده كان اخر جوله مع جراند ماستر من البيرو. طبعا اخر جوله كانت مهمه والاعصاب مشدوده ان انت لازم تكسب عشان تعمل الميداليه الذهبيه. الدور ابتدى دي 4 نايت اف 6 سي 4 جي 6 نايت سي 3 بيشوب جي 7 اي 4 دي 6 كينجز انديان بيشوب اي 2 تبييض بيشوب اي 3. اللاين ده كان ساعتها جديد عليا، كنت اول مره اشوفه، واللاين ده انا محلله كويس في الكورس بتاع كينجز انديان اللي انا عامله. ساعتها انا لعبت اي 5 لعب دي 5 اي 5 بسيطر على المربعات السوداء. لعب جي 4 نايت اي 6 جي 5 نايت دي 7. وهنا هو لعب نايت اف 3. انا لعبت المنطقي ان انا العب الحصان بتاعي في السي 5 عشان لو لعبت نايت الاي ساعتها هيعرف يمشي حصاني، لكن حصان الاي دلوقتي ماسك مربع البي 4 وبرده فيلي مش هيبقى مقفول عليه لما العب نايت الدي. الكمبيوتر مديني ان افضل نقله اف 5 ياكل بدا في بيدا اكل بالحصان، نايت جي 5 اتش 6 نايت اي 6 اكله ياكل، وهنا العب كوين اي 7 على البيدا. لو لعب روك جي 1 كينج اتش 7 والحته دي كده محميه، وبعد كده العب سي 6 واكل البيدا، والابيض بيبقى معاه تعويض عشان الفيلين، لكن الموقف ملعوب للطرفين. يعني مثلا لو لعب بيشوب جي 4 يحمي البيدا، العب سي 6 عشان حصانه ما يدخلش في الدي 5، لكن هو الموقف المفروض ايكوال عادي. انا هنا لعبت نايت دي سي 5 لعب اتش 4 لعبت سي 6 لعب كوين دي 2 كلت بيدا في بيدا، وهنا لعب نقله انا مش متوقعها وكلب الوزير. انا كنت متوقع ان الدور هيمشي ان هو ياكل بالبيدا وانا العب بيشوب دي 7 وروك بي 8 واحاول العب بي 5، وطبعا هو مش عارف يلعب اي 4 عشان مربع البي 3، وكنت شايف ان الاسود كويس في الموقف ده. لما كلب الوزير بدأ الدي 6 ضعيف ومربع الدي 5 برضه ضعيف، وبانت ان الحصانين بتوعي شويه ايه مش متمركزين في المربعات الصح اللي المفروض يتمركزوا فيهم. لعبت بيشوب اي 6 رجع كوين دي 2، لعبت كوين بي 6 لعب روك دي 1 روك دي 8 حميت البيضة، لعب اتش 5. الابيض افضل في الموقف ده. لعبت كوين بي 4 على بيضة السي 4، وهنا هو ما لعبش افضل نقله. لو لعب بي 3 يحمل البيضة، هنا عندي اي 4. اي 4 دي بقى جامده ليه؟ طبعا انت لو كلت بيادقك كلها باظت كده، مش بالوزير طبعا بالفيل، بس بيادقك كلها باظت فما بتعرفش تاكل. لو بتلعب روك بي 1 تحميه باكل بيدق في بيدق عادي تاكل بالبيدق، وهنا باكل حصان في بيدق البي 3. علامه تعجب وتضحيه وزير. ازاي تضحيه وزير؟ ان الابيض يلعب كوين سي 2 على البيدق، فبرجع نايت دي 4. طبعا نايت سي 5 برضه مش حمايه، يعني نايت سي 5 بياكله، فنايت دي 4 بياكل حصان في حصان اكل بالبيدق، ياكل طابيه في وزير اكل بالحصان هات وزيرك، كوين بي 3 اكل بدأ في حصان. طبعا انت مش عارف تاكل حصاني عشان عندي روك اي 1 كاش اجباري بيشوب دي 1 سي 2 وابقى كسبت الدور. فهنا الابيض بيبيت، برجع نايت سي 6 وتعويض حلو عن البدأ المتضحي. بدأ اللي في سي 3 قوي، مربع دي 4 عندي بالحصان كويس. ده لو كان لعب بي 3 هنا المفروض احسن نقله ان هو يلعب اي 3 على الوزير، العب كوين بي 3 لسه برضو ايه محافظ ان انا مراقب البيضة، بيلعب كوين سي 1. كوين سي 1 جامده ان انا مش عارف اكل فيل في بيدا السي 4 عشان بيبقى عنده نايت دي 2، يعني فيل في بيدا السي 4 نايت دي 2 وبيكسب القطعه. فبلعب روك سي 8 افضل نقله، يلعب نايت دي 2 يمشي وزيري، ارجع بالوزير يلعب نايت دي 5 والابيض افضل في الموقف ده. لكن هو هنا لعب نقله مش كويسه اللي هي روك اتش 4 بيضحي بيدا السي 4. كلت البيضة عادي، كل فيل في حصان. هنا ممكن اكل بالحصان وممكن اكل بالوزير، بس انا اكلت بالوزير عشان اكلة الحصان كنت ساعتها حاسب ان هو هياكل فيل في فيل، اكل بالوزير يمشي وزيري بالبي 3، العب كوين اي 6 نايت دي 5 وفي دبل مطلوب، وفي الحصان ممكن يجي في الاي 7 او في الاف 6 كش، فما حبيتش ان انا ادخل في الموقف ده واسيب له كل الفرص دي.
مع ان حتى الموقف ده لسه الكمبيوتر بيقول ان هو يتلعب وان انا العب نايت اي 6 والاسود بيدافع يعني. بس انا هنا فضلت ان انا اكل بالوزير. وسبت له نايت اي 4 كنت شايفها، لعبت كوين سي 6، كل في فيل السي 4، كلت وزير في حصان الاي 4. طبعا مش عارف اكل الفيل عشان الدبل. فهنا في لك مطلوب، وبرده كوين بي 4 مطلوبه، واكسر وزراء واطلع بالبدايه الزياده. فالله بقى بيلعب كوين اي 2، لعبت روك سي 8 هات الفيل، بكسب نقله قبل ما العب كوين بي 4 ان هو كده كده هيلعب بي 3 او بيشوب بي 3. فلعب بي 3 كوين بي 4 كش كينج اف 1. هنا انا عايز العب حصاني خلاص من السي 5 بقى ولا من السي 7. من السي 5 مربع زي الدي 5 هيبقى مش محمي. الفيل طبعا مراقب هنا مع بدأ في بيدق وكينج جي 2 وروك دي 1. الموقف صعب شويه، فانا لازم الحق ان الابيض ما يعرفش يهجم الهجوم ده. طب ازاي؟ العب نايت سي 7. منها انا جاهز في اي وقت امشي فيلك بالبي 5 او الدي 5، يعني لسه هشوف على حسب انت هتلعب ايه. هو كان بدأ في بيدق، اكلت بالبيدق. هنا لو كان لاعب مثلا كينج جي 2 انا ما ببقاش خايف. ليه؟ ان فيلي اللي في الجي 7 مراقب مربع الاتش 8 اللي هو ايه بياخد منه الكش مات، فتقريبا كده خلاص مفيش كش مات. ملكي بيمشي في الاف 8 وفي الاي 7 لو اضطريت، بس الاول طبعا بمشي فيلو من الوتر القوي ناحيه الملك بتاعي، وبعد كده بحاول بقى العب في السنتر بعد طبعا ما اكون بعدت عن الرابطه دي. فهو هنا على بدأ في بدأ، فهو هنا حب يكمل الهجوم بسرعه اسرع من كينج جي 2. لعب نايت اتش 2، عايز يلعب نايت جي 4 ويضرب على المربعات بتاعتي اف 6 و اتش 6. بس اول ما لعب نايت اتش 2 بقى هنا الاسود خلاص بقى افضل بكتير في الدور، وتقريبا النقلات كلها ايه جايه ورا بعض. لعبت دي 5 على الفيل، كان بدأ في بدأ، استغليت بقى ايه الطابيه اللي واقفه في الاتش 4 دي، كان الحصان الاول اللي في الاف 3 حاميها، دلوقتي الحصان رجع فبقى في رابطه على طابيه الاتش 4، فكلت حصان في بدأ الدي 5. فعلى حصان في بدأ الدي 5 خلاص الاسود بقى افضل. لو لعب نقله زي اي 3 عندي كوين سي 5 عادي بحمي الحصان. حصانه مش هيعرف يجي في الجي 4 ويجي هنا او هنا، ان انا على طول عندي يا نايت اف 4 يا نايت سي 3 الاثنين مطلوبين. فهو لعب كوين اف 3، لعبت نايت اف 4. كده خلاص تقريبا الموقف ويننج. الحصان بتاعي واقف سنترلايزد في الاف 4، مفيش قطعه تعرف تمشيه، قطعه مش مظبوطه، رخ في الدي 1 رخ في الاتش 4 حصان في الاتش 2، القطعه تحس ان بتاعته ان ما فيهاش ترابط. طبعا لو كسر خلاص هيبقى الموقف اسهل ليا. فهو لعب روكي 1 بيحاول يبعد عن التكسير. انا هنا عندي بي 5 ويننج سهل، بس برضو على الرقعه واخر ماتش بقى في الاولمبياد ولازم اكسب، فاخترت ايه اسهل حاجه اللي اكون ضامن فيها برضو المكسب. كلت رخ في السي 4، كلب البيضاء، كلت وزير بيضاء بكش مشي. لعبت نايت اي 2 كش، كل رخ في حصان، كلت وزير في رخ، عايز بيضاء الجي 5 فلعب كوين اي 3. انا معايا بدايين زياده، فالمساله المفروض معايا مساله وقت وازاي اخلص الموقف. فلعبت كوين سي 4، عايز اعدل الوزير عشان بعد روك دي 1 كش اجيب الوزير بتاعي من الدي 5، بيبقى الوزير في اللعب احسن من الاتش 4. طلع بالملك في الجي 2، روك دي 3 هات الوزير، لعب كوين اي 7، كوين دي 5 كش، لعب اف 3. هنا برضو تبسيط، لعبت روك دي 2 عشان اكسر رخاخ. اكيد في النقلات دي كان عندي حاجات اسرع، بس انا ايه بلعب الاضمن والاسهل، مش عايز اخش في تعقيدات واسيب له مثلا حاجات وبتاع كده، اسهل حاجه. كان رخ في رخ، كلت بالوزير بكش كينج اتش 3، كلت وزير في بدايه الجي 5، كل بدايه الاف 7. وهنا انا كنت عايز العب اشغل الفيل بتاعي اخيرا، ان هو من ساعه ما طلع من الجي 7 ما لعبش ولا نقله، واحنا في النقله 38، فهو الفيل بتاعي لعب نقله واحده بس في الدور. عايز العبه، فلعبه ازاي؟ انا كنت عايز العب البدا اي 4 بس طبعا عشان ما ياكلوش بالوزير، فلعبت كوين اف 4 عشان ابقى جاهز لنقلات زي اف 5 واي 4. لعب كوين 8 كش، طلعت الملك كل وزير في بيضة، وهنا النقله التخليص اي 4. طبعا لو كل بدأ في بيضة، اخيرا الفيل اللي في الجي 7 اللي طلع في النقله الثالثه هيشارك في الدور وهيلعب بشوب اي 5، طالب
مات في الجي 3 وملهاش حل عشان أنا كمان طلب الحصان في نفس الوقت. كنت مبسوط شويه بادائي في الاولمبياد، كنت مبتدي بنص من 3، فطبعا كنت متضايق في الاول، بس بعد كده نتائجي اتحسنت ونتائج الفريق كلها كنا بنلعب كويس، وعملنا نتيجه حلوه في الاولمبياد تقريبا. هي احسن نتيجه اتعملت، او ممكن تاني احسن نتيجه، ما اعرفش، ان هم برضو تاني مره منتخب مصر ياخد ميداليه ذهبيه في المجموعه بي. فانا مش عارف السنه اللي هم خدوا فيها الميداليه الذهبيه كانت نتيجتهم احسن من نتيجه الاولمبياد دي ولا لا. بس عامة يعني ان شاء الله نتحسن عن كده كمان. المنافسة في ان احنا ناخد مركز اعلى كويسة، بتساعدك ان انت تبقى تتحدى نفسك. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.